كيفكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسلامة. اليوم بدنا نعمل وصفة شرقية شتوية مشهورة. راح نعمل المشبك السوري، فتابعوني لحتى أحكي لكم على كل الأسرار لحتى يطلع معاكم المشبك ناجح ومقرمش من أول مرة. اسمعوا بس صوت الكرمشة كيف حيكون ومن جوا كيف حيكون. وصفة جدا سهلة وإن شاء الله إنها بتنال إعجابكم. رح نجهز أول شي بداية للقطر. رح نحتاج لكوبين من السكر. رح أضيف عليهم حوالي 3/4 الكوب من المي. بدنا القطر يكون سميك، بنرفعهم على النار لحتى يغلوا. بنضيف عصير ليمون، نص معلقة صغيرة، بنتركهم يغلوا 5 دقائق. بعد هيك بنرفعهم ونتركهم يبردوا تماما. لازم يكونوا باردين، حتى لو قبل بيوم بصير. بالنسبة للعجينة عندي كوبين من السميد المتوسط أو الخشن. رح أضيف عليهم كوب من السميد الناعم أو طحين الفرخة. إذا ما بدكم تضيفوا سميد ناعم، تقدروا تضيفوا كوبين ونص سميد عادي ونص كوب طحين. ضفت كمان معلقتين كبار من السكر و3 معالق كبار من الحليب البودرة. فيكم تستغنوا عنهم وتعجنوا بالحليب السائل بصير. عندي كمان معلقتين كبار من النشا. رح أقلب كل المكونات مع بعضها، وهيك بتكون عندي المكونات الجافة جاهزة. في إناء ثاني رح أضيف كوبين عفوا كوب ونص من المي السخنة. مش مي دافية، لا، أكثر من دافية، بس كمان مش واصلة لدرجة الغليان على الآخر، بدنا إياها ساخنة ما تتحملها الإيد. رح أنزل بالمكونات الجافة شوي شوي مع التقليب المستمر. وهون إحنا بدنا حبة السميد تتفتح وتنفش، عشان هيك استخدمنا المي الساخنة. بنقلب لحتى نحصل على قوام عجينة شوي سميك، أشد شوي من قوام الهريسة. بس إحنا مش راح نوقف هون، راح نضيف كمان مي في المرحلة الثانية. راح أترك شوي السميد أغطيه وأتركه لحتى تتفتح حبته حوالي 10 دقائق ويبرد معانا شوية صغيرة. بعد هيك رح أضيف نص معلقة كبيرة من الخميرة، وانتبهوا جدا ما تكثروا خميرة عشان ما ينفش معاكم كتير. بعد هيك ضفت كمان ربع كوب من الزيت النباتي، ورح أقلب الخميرة والزيت لحتى يمتزجوا معنا. هيك بيكون عنا الخليط صار دافي، والخميرة بتتفاعل أحسن من ما إنا نضيفها بالأول وهي المية بتغلي وسخنة. رح أضيف نص كوب من المي الباردة بدرجة حرارة المطبخ شوي شوي لحتى نحصل على قوام طري، يكون شوي بين متماسك وبين سائل، يعني أشد شوي من قوام خليط الكيك. هو عموما بعد ما إنه يخمر رح يمسك معنا كمان شوي. شايفين هيك بدنا يكون قوامه. راح أترك الخليط لحتى يخمر معانا لحوالي ربع ساعة 20 دقيقة على حسب الجو عندكم. ما تتركوه يخمر كتير لأنه راح ينفش معاكم خلال القلي وما تعرفوا تتحكموا فيه. بعد هيك عندي بعد ما تركته يخمر، شوفوا ما شاء الله كيف تضاعف حجمه ونفشت حبة السميد. راح أفرغ منه الهواء عشان نبدأ نحطه في الكيس ونكليه. بهاي الطريقة بيطلع معاكم مقرمش وحبة السميد نافشة وبيشرب قطر ومن جوا كمان بيكون طري. رح استخدم هذا الشكل، هو الشكل المشهور للمشبك. بتقدروا تستخدموا كيس الحلواني بدون قمع كمان عادي بصير. رح أفرغ تقريبا نص الخليط في الكيس على حسب حجم الكيس عندكم. هون أنا حميت الزيت على نار متوسطة لحتى يسخن معانا، وبعد هيك بنبدأ نشكل ونقلي. رح نعمل شوي شوي، رح ينزل بسهولة هو الخليط معانا. بس بدنا نضغط معانا شوي ونلف ايدنا لحتى ناخد الشكل الحلزوني المشهور للمشبك. وبتقدروا تعملوه على أصابع أو على حلقات، مش ضروري إنكم تعملوه بشكل حلزوني إذا كنتوا بتعملوا هذا الحلو لأول مرة. بس هو عموما سهل ومش صعب يعني.
بنتركه ما بنلمسه أبدًا لحتى نشوف الأطراف احمرّت وبعد هيك بنقلبه. إذا كمان كنتم بتعملوه لأول مرّة بتعملوا الشكل الحلزوني، أفضل إنكم تقلوه بزيت غزير عشان يتحمّر من كل الجهات وما تضطروا إنكم تقلبوه ويغلّبكم. راح أرفعه أو رفعته بس على 3 دقائق، شو 3 دقائق، لأ رفعته بس 10 ثواني لحتى نتخلّص من أي زيت على ورق مطبخ، وبعد هيك وهو ساخن مباشرةً بالقطر السميك وما باستنى عليه أبدًا، هو وساخن راح يشرب القطر وتكون حلاوته مناسبة وطيبة ومعتدلة. إذا كنتوا بتحبوه متقطر زيادة عن اللزوم أو يعني كتير، فيكم تستنوا عليه لمدة دقيقة وبعد هيك بنزينه بالفستق الحلبي. وهي كانت وصفتي لليوم. إن شاء الله يا رب إنها تكون عجبتكم، ويا ريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وإذا كنتوا حابين تشتركوا بقناتي بتنوروني وأهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعلموا على زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بفيديوهاتي أول بأول.